دريشيام فيلم هندي جريمة وإثارة نزل سنة 2015. القصة بتبدأ في مدينة باندام. في قسم البوليس هناك بينقل ضابط اسمه ساتيش ناير. بيسأل واحد صاحب دكان عن الطريق ويروح القسم. هناك بيلاحظ فيجاي سالجوانكر. ضابط تاني بيقول شكله بريء قوي، بس مفيش حد يتخيل إن الراجل ده عمل كده. بعدين بنشوف حياة فيجاي القديمة. هو بيشتغل موظف في كابل تلفزيون. فيجاي مش متعلم كتير، خلص 4 سنين بس في المدرسة. بيروح مطعم صغير عشان يفطر. في ست وراجل كبار في السن قاعدين هناك طول الوقت. فيجاي بيسأل صاحب المطعم ايه اللي حصل. بيقول له ابنهم الوحيد اتحبس على ايد الضابط غاتوندي. كان خد قرض من شركة تمويل، دفع كل الأقساط في ميعادها، بس القسط الأخير معرفش يسدده. الشركة بتاعت عمه غاتوندي ما يقدرش يرفع قضية عشان ابنهم مسجون بسبب غاتوندي نفسه. بيهدده إنه هيقتل ابنهم لو حد عرف. فيجاي مش متعلم كتير، بس شاف في الأفلام إزاي بيحلوا قضايا زي دي. ففيجاي بيشرح للراجل الكبير موضوع هابيس كوربس. لو حد مسجون بشكل غير قانوني ممكن ترفع قضية. بيديه رقم محامي صاحبه ويقول له يكلمه. في الوقت ده غاتوندي بيجي. الراجل والست بيروحوا من الباب الخلفي. بالليل فيجاي قاعد في المكتب بيتفرج على فيلم. الصبح بيرجع البيت، مراته بتقول له انت عندك مسؤولية تجاه أهلك ولا لأ؟ كلمتك بالليل ما ردتش. فيجاي بيرد طيب قولي ايه اللي حصل، عايزة ايه؟ مراته بتقول له محتاجين نروح بنجي عشان نتسوق. فيجاي يوافق. بيروح مع أهله بنجي. لما يرجع مراته بتقول له يدخل البنات مدرسة سانت توماس، بس فيجاي بيرفض ويقول اللي عايز يتعلم بيتعلم في أي مكان. فيجاي بيروح دكان مارتن. هناك شغالين في بناء قسم بوليس جديد. مارتن يعرفه على راني مدير البناء. بيفضلوا قاعدين بيشربوا شاي. غاتوندي بيجي بيقول لمارتن الراجل والست الكبار دول جه اليومين دول ما قلتليش، وحد قرأ عليهم درس في القانون. غاتوندي بيقول شغالين في بناء قسم بوليس، كل العمال هيجوا هنا ياكلوا، فحقك عليا، كل ديونك اللي عليا اتحنت على قد الكوميشن. فيجي بيقول حواليك مفيش مطاعم تانية، العمال هيجوا هنا ياكلوا، ايه الكوميشن اللي هتاخده؟ غاتوندي بيرد أنا ضابط بوليس أقدر أمنعهم. في الوقت ده المفتش بيجي بيسأل فيجي إيه الأخبار؟ فيجي بيقول في صفقة. المفتش يسأل إيه الصفقة دي؟ فيجي بيشرح الصفقة بتاعت العمال هياكلوا فين؟ المفتش يسأل ومين بياخد الكوميشن؟ فيجي بيقول في ناس وحشة عمرها ما بتتصلح. العلاقة بين فيجي وغاتوندي بايظة خالص. فيجي بيحفر حفرة في جنينة بيته عشان يعمل كومبوست. مراته بتسأله بتعمل ايه؟ بيقول كومبوست، انت عارفة. بناته بيجوا. فيجي يسأل الكبيرة أنجو صرفنا فلوس كتير عشان نسافرك في الرحلة، قوللنا عاملة ازاي؟ أنجو بتحكي له إنها كانت ممتعة، غنوا، عملوا كامب، كان في ولد بيصور كل حاجة وبياخد صور. ففيجاي بيسألها الولد ده كان منين؟ أنجو بتقول له من مدرسة سان توماس. فيجاي كان محتاج يخلص شغل بناك. بيروح يوري المكان لراني. راني بيقول ده شغل يوم واحد، بس نخلص قسم البوليس هعمله. بيروحوا دكان مارتن. غاتوندي بيجي تاني بيهدد راني انت اشتكيت عليا، انا اقدر اطردك من هنا في دقيقتين. فيجاي بيقول لو بتعمل حاجة غلط الناس هتشتكي عليك. غاتوندي بيرد فيجاي أنا مش هسيبك، يومي هيجي برضو. أنجو رايحة السوق عشان تجيب حاجتها. في الطريق بتقابل الولد بتاع مدرسة سان توماس سام. هو صورها وهي بتستحمى وبيبتزها. بيقول لها لو ما جيتيش عندي الساعة 11 ورا البيت هنزل الفيديو على النت. أنجو مش عارفة تعمل إيه. بتروح البيت. الساعة 11 سام بيجي مزرعة أنجو عشان يقابلها، بس هناك أمها نانديني كمان ساكنة. سام بيقول انت كذبتي عليا، دلوقتي هنزل الفيديو على النت. أنجو نانديني بتقوله احنا عملنا ايه معاك، امسح الفيديو ده. بس سام مش عايز يمسح الفيديو، بيقول ادوني اللي عايزه وامسحه. أنجو ونانديني بيحاولوا يخطفوا التليفون. سام ماسكه في إيده. أنجو بتاخد قضيب حديد تضرب سام على إيده، بس بالغلط تيجي في دماغه. سام يموت على طول. أنجو ونانديني بيخافوا. بيدفنوا جثة سام في جنينة ورا البيت. بنتهم الصغيرة أنو بتشوف كل حاجة.
الصبح لما فيجاي يرجع من المكتب، أنجو ونانديني يحكوا له كل حاجة. أنجو بتلاقي مفاتيح عربية سام، كان عنده عربية صفرة. فيجاي بيروح مع أنجو ونانديني للمزرعة، بيلاقي تليفون سام المكسور، بيتخلص منه ويخلي الشريحة معاه. بعدين يدور على عربية سام ويلاقيها، وهو قاعد في العربية جاتوندي يشوفه. في دماغ فيجاي بتتفكر كل مشاهد الأفلام عن إزاي يتخلص من العربية. في الطريق يشوف بوستر بتاع خطبة سوامي تشينميراناندا. نانديني كانت حكت له عن ده قبل كده. فيجاي بيشتري تليفون مستعمل، بيحط فيه شريحة سام ويرميه على سطح عربية نقل لها تصريح عموم الهند. بعدين بياخد عربية سام ويغرقها في بركة كبيرة. بالليل فيجاي بيروح المكتب. خادمه هوزي بيقول: يا سيدي، أنا فاكر أنت في أجازة النهاردة. فيجاي بيقول: لا، قول لي إيه اللي حصل النهاردة. هوزي بيقول: جبنا شوية فلوس، أنت شكلك مشغول شوية. بس فيجاي على طول يرجع طبيعي. بيروح البيت ويقول للكل يبقوا طبيعيين، لو خفنا الناس هتشك فينا، لازم نتصرف زي ما حاجة ما حصلتش. نانديني بتقول له إن سام كان ابن IG في جوه، المفتش العام للبوليس. فيجاي بيقول: بكرة إحنا هنروح خطبة سوامي تشينماياناندا لمدة يومين. نانديني بتقول له: بس ده عدى خلاص. بعدين بنشوف أهل سام. أمه ميرا هي المفتشة العامة للبوليس، وأبوه مهيش راجل بيزنس. مهيش بيحاول يكلم سام بس التليفون مقفول. بيخبر ميرا ويروح المكتب. ميرا برضو بتحاول تكلمه بس التليفون مقفول. فيجاي مع أهله كلهم بيروحوا بنجي بالأتوبيس. كمسار الأتوبيس صاحب فيجاي. فيجاي بيسأله على أحواله ويقول له إنهم كلهم رايحين خطبة سوامي تشينماياناندا. بيطلب 4 تذاكر بس كميسار ما بياخدش منه فلوس. ففيجاي بيروح بنجي ويرجع. بيقول لأنجو ونانديني: ما عندناش أي دليل غير خوفنا، لازم نتحكم في خوفنا، لازم نتصرف زي ما حاجة ما حصلش. في الوقت ده ميرا ما عندهاش فكرة سام فين. لما تحاول تتعقب تليفونه يطلع في بنجلور. بتفتكر إنه رايح عند صاحبه، بس ليه التليفون انفصل في كانشيبورام؟ شوية ولاد بيستحموا في نفس البركة اللي فيجاي غرق فيها العربية. البوليس بتلاقي العربية. ميرا بتقول: الخبر ده ما ينفعش يوصل للإعلام. التحقيق بيوري إن تليفون سام فصل من الشبكة يوم 2 أكتوبر الساعة 10:30 في باندلا. بكرة شغل في 9:30 الصبح في بنجي، وبعدين فصل في كانشيبورام. ضابط تاني بيقول إن من حساب سام اتسحبت 20,000 روبية، وبعد كده مفيش تعاملات تانية. وحاجة تانية، التليفون اللي فصل 2 أكتوبر واللي شغل 3 أكتوبر دول تليفونين مختلفين. ميرا بتطلب تفاصيل المكالمات بتاعت آخر واحد اتصل بيه سام. المفتش سافنت بيوري صورة العربية لكل ضباط البوليس. غاتوندي لما يشوف العربية يشك إنها نفس العربية اللي فيجاي كان سايقها اليوم ده. عشان يتأكد بيروح دكان مارتن. فيجاي قاعد في الدكان. غاتوندي بيجي ويقول لمارتن: عربية مهمة جدا وقعت في إيدينا، هونداي صفرة اتلقت في البركة. فيجاي يتحرك وغاتوندي يفهم كل حاجة. بيحكي كده لسافانت بس هو بيقول: انت بتحاول تورط فيجاي في عداوة شخصية بينكم. غاتوندي يصر: أنا متأكد 100% إن فيجاي كان سايق العربية دي اليوم ده. فيجاي بيقول لأهله: يوم السبت 2 أكتوبر إحنا رحنا بنجي. البوليس هتيجي أكيد، لازم نكون جاهزين. أي حاجة يسألوكوا عليها تثبتوا في كلامكم، هم هيرعبوكم بس ما تخافوش وقولوا بس اللي أنا قلته لكم. التحقيق بيوري إن سمير ديشموك يعني سام اشترك في رحلة مدرسية كانت فيها أنجو اللي متبناه. فيجاي لما كان عنده 21 سنة لقى أنجو في زبالة واتبناها قانونياً. فيجاي يتيم برضه، هو مش متعلم كتير، اشتغل في أي حاجة وبعدين فتح بزنسه. البوليس بتروح لإنديجو. إنديجو بتقول إنها تعرف سام، قابلته في الرحلة المدرسية بس بعد كده ما تقابلتوش تاني. البوليس يسأل: سام جه عندك يوم 2؟ إنديجو بتقول: يوم 2 ما كناش في البيت، كنا في الخطبة. سافروا يوم 2 ورجعوا يوم 3. بعدين البوليس تروح بيت فيجاي. في الوقت ده فيجاي برضو يوصل. البوليس تتحاور مع فيجاي ونانديني. فيجاي من غير خوف يجاوب على كل الأسئلة.
عشان يثبت كلامه يوريهم تذاكر الأتوبيس وفواتير الأكل. البوليس بتسأله ليه حافظ على كل التذاكر. فيجاي بيقول إحنا ناس طبقة متوسطة، في آخر الشهر بنشوف صرفنا كام ووفرنا كام. البوليس تمشي. فيجاي بيقول لأهله هم مش هيسيبونا بالسهولة دي، هيرجعوا تاني. في الاجتماع غاتوندي بيقول أنا ما شفتش رقم العربية، بس أنا متأكد 100% إن فيجاي كان سايقها. ميرا دي سموك بتقول لو كان فيجاي هو اللي سايقها يبقى التذاكر والفواتير كلها مزيفة. معرفة ده مش صعب، خدوهم كلهم. بكرة البوليس تاخد فيجاي وأهله كلهم. بيتحطوا في 4 عوض مختلفة وبيتسألوا كل واحد لوحده. كلهم بيتسألوا نفس الأسئلة والإجابات متشابهة. ففيجاي كان قال لهم لو إجاباتنا متطابقة هم هيشكوا، فكل واحد يغير شوية في إجابته. البوليس بتسأل بطرق مختلفة، بس فيجاي وأهله متمسكين بكلامهم. البنت الصغيرة أنو بتتسأل أكلت إيه في الأوتيل؟ بتقول أكلنا باف باجي. الضابط بيقول أختك الكبيرة أنجو أكلت فرايد رايس. أنو بتقول لا هي غلطانة، إحنا أكلنا باف باجي. البوليس بتسيبهم. دلوقتي هم شاكين إزاي حد يكون واثق في كلامه كده، خصوصا بنت صغيرة زي أنو. ميرا بتقول لما يمشوا إحنا نتصرف كأننا مصدقينهم. فيجاي برضه فاهم إنهم مش هيسيبوه. ميرا تجيب كل الشخصيات اللي في القصة اللي فيجاي حكاها، كمسار الأتوبيس، صاحب اللودج اللي باتوا فيه، صاحب المطعم اللي أكلوا فيه، خادمة هوزي، مارتن، بس كلهم قالوا نفس الإجابة. فيجاي راح بنجي يوم 2 للخطبة ورجع يوم 3. ميرا بتقول لو فيجاي كان في بنجي يوم 2 ويوم 3، إزاي يكون في بندام؟ بتفتكر إن غاتوندي غلطان. غاتوندي يصر أنا مش غلطان، أنا متأكد 100%، لو أنا غلطان هستقيل. ميرا تتصل بسوامي تشينماياناندا. بيقول على حسب كلامك فيجاي والأهل كانوا في الخطبة يومها عشان أنا أبداً ما بكرر محاضراتي. ميرا تجيب صاحب السينما اللي فيها فيجاي يتفرج على فيلم، هو برضه يؤكد. ميرا مش عارفة تعمل إيه. بتقول غلطت غلطة كبيرة لما افتكرت فيجاي جاهل ومش متعلم. المفتش سافانت بيقول فيجاي معاه 4 سنين بس يعرف جوجراتي، بنجابي، مراثي، كل اللغات. بيقول إنه تعلمهم من الأفلام. ميرا تجيب كمسار الأتوبيس اللي رجع بفيجاي من بنجي. بيقول إن في الطريق فيجاي نزل عشان يسحب فلوس من ATM. ميرا بتقول ماشي نزل عشان يسحب فلوس، بس انت افتكرت ازاي انه راح الخطبة يوم 2 ويوم 3 بالذات؟ الكمسار بيقول فيجاي هو اللي قال لي كده. ميرا تسأل انت فاكر حاجة حصلت من 25 يوم ازاي؟ الكمسار بيقول فيجاي قال لي كده لما قابلته تاني من كام يوم. دلوقتي ميرا فهمت إيه اللي بيحصل. فيجاي قابل كل الناس اللي قابلهم في رحلته يوم 4 ويوم 5، وذكرهم إنه كان في بنجي يوم 2 ويوم 3 للخطبة. في الوقت ده سوامي تشينماياناندا يكلمها، يقول أتباعي بيسجلوا خطاباتي فيديوهات ويوزعوها، بس تسجيل الخطبة بتاعت يوم 2 ويوم 3 مش باسم فيجاي. ميرا قدامها حل واحد. يوم 3 لما فيجاي كان راجع سحب فلوس من ATM، يبقى أكيد ظهر في كاميرات المراقبة. ميرا تطلب التسجيل وتشوفه في فيجاي وهو بياخد الفلوس. دلوقتي ميرا عارفة إن فيجاي كان في بنجي يوم 3 فعلا، بس مش عارفة تحل اللغز إزاي. بعدين تفهم إحنا بنفتكر بس اللي شفناه بأعيننا. فيجاي ما راحش بنجي يوم 2 ويوم 3، هو راح يوم 4 ويوم 5. أول حاجة يوم 3 فيجاي ودى العربية وغرقها في البركة، طلب باف باجي من المطعم سفري، خد تذاكر سينما، اشترى تليفون مستعمل، رماه في عربية نقل، وبعدين في الساعة 3 سحب فلوس من ATM ورجع. بكرة قال لهوزي إنهم رايحين خطبة. الفجر فيجاي مع أهله راح بنجي بالأتوبيس الخاص. في اليوم ده قضوا كل الوقت في الأشرم. هناك عرفوا عن DVD. فيجاي أخد DVD باسم وهمي. بكرة حجز لودج. لما صاحب اللودج كان بيوري نانديني الأوضة، فيجاي كتب اسمه في السجل وحجز أوضة بنفس اليوم باسم تاني. طلبوا باف باجي من نفس المطعم اللي طلب منه سفاري يوم 3 وصاحبه صاحب المطعم. كمان اتعرفوا على صاحب السينما وكمسار الأتوبيس. بعد 4-5 أيام راحوا بناجي تاني وقابلوا نفس الناس اللي قابلوهم يوم 4 ويوم 5، وقالوا لهم إنهم كانوا في بناجي يوم 2 ويوم 3 عشان الخطبة. الناس دي مع إنهم قابلوا فيجاي ما افتكروش اليوم كان إمتى بالظبط. فيجاي حط في دماغهم إنهم قابلوه يوم 2 ويوم 3، فبقوا يقولوا كده في أقوالهم من غير ما يعرفوا إنهم بيكذبوا. دلوقتي ميرا فاهمة كل حاجة.
بس لسه ما عندهاش دليل، ولما مفيش أدلة الاعتراف هو الدليل. الصبح ميرا تاخد عيلة فيجاي طلب من صاحب مراته إنه يكلم الإعلام بمجرد ما البوليس تاخدهم. ميرا بتقول خطتك انكشفت، اعترف بكل حاجة، ده أحسن لك. بس فيجاي متمسك بكلامه. غاتوندي يضربه جامد. غاتوندي يضرب نانديني، يضرب أنجو، بس مفيش حد بيقول حاجة. ساعتها صاحب سامي يجي في الاستجواب يحكي قصة فيديو أنجو. ساعتها غاتوندي يطلع نانديني وفيجاي وأنجو برا ويبتدي يسأل آنو. يصفعها حتى، فآنو تقول له الجثة فين؟ الحفر يبدأ في جنينة فيجاي. ناس كتير وإعلام يجتمعوا. من الحفرة يطلع سكيلتون كلب. فيجاي يقول للإعلام والناس غاتوندي ده ضربنا وضرب بنتي الصغيرة، إحنا ما عملناش حاجة وهم ورانا. غاتوندي يحاول يضرب فيجاي تاني بس الناس تضربه هو. الخبر ده يوصل للإعلام. غاتوندي يتوقف عن الشغل وميرا تقدم استقالتها. المحكمة تطلب إن لو عايزين يكلموا فيجاي تاني لازم ياخدوا إذن من المحكمة. نانديني تسأل فيجاي إمتى نقلت الجثة؟ فيجاي يرد نفس اليوم لما رجعت من بانجي. نانديني تسأل دفنتها فين؟ فيجاي يقول مش محتاجة تعرفي، السر ده هيموت معايا. بعدين أهل سام ميرا ومهيش ييجوا عند فيجاي. هم عايزين يعرفوا حاجة واحدة، سام هيرجع؟ نقدر نتمنى؟ فيجاي ما يقدرش يقول مباشرة، فبيحكي قصة. في حياتنا السعيدة جه ضيف مش مدعو، كان عايز يخرب عالمنا، وحادثة حصلت بالغلط، واحنا ودينا الضيف ده لمكان مش هيرجع منه أبدا. ميرا وجوزها يفهموا إن سام مش في الدنيا. بعدين بنشوف فيجاي رايح اسم البوليس عشان يوقع الورق. المفتش هناك بيقول أنا هفضل هنا 2-3 هفضل أقلب في الموضوع ده، واليوم اللي ألاقي فيه الجثة هتروح السجن على طول. فيجاي بيرد لا يا باشا، أنا بحترم البوليس قوي، هم عشان يخدموا الناس، ويمشي. بعدين بنشوف وقت ما اسم البوليس كان بيتشيد، فيجاي طلع الجثة من جنينته ودفنها في أرض اسم البوليس اللي كان بيتشيد. ودلوقتي اسم البوليس خلص. فيجاي كان عارف إن البوليس هتدور على الجثة في كل حتة، بس مش هتدور في اسم البوليس نفسه. الفيلم يخلص. لو عجبك التحليل اعمل لايك واشترك في القناة سينما اكسبليند Arabic. رأيك ايه في النهاية؟ ايه رأيك في خطة فيجاي؟ اكتبوا في التعليقات. نشوفكم في الفيديوهات الجاية.